ولا اللاين مانجر ولا الاتش ار ولا صاحب الشركه له الحق انه يعرف ما يدور داخل الشركه. اوقات كتير بنعمل حاجات واحنا مش عارفين احنا بنعملها ليه. كوفيد 19 جاي للشركات من 6 سنين، بس في دافع كبير جدا كل الفريق عايز يعمله. انا كفاتن قعدت 16 سنه في الكور. ايه الصفات او العلامات اللي تقول المدير ده مش قادر يتعامل مع الازمه؟ بيكون عنده حاله من التخبط، حاله من الخوف من عدم السيطره. القائد وقت الازمات ادير نفسي اولا وبالتالي اعرف ادير الفريق بتاعي. ولا اتكلمنا في ارقام ولا اتكلمنا في تارجت. مش لازم ابدا يكون عندك الاجابات لكل الاسئله ولا الحلول لكل المشاكل اللي عندك. احنا مش جايين نعلم على حضرتك خالص. قول الحقيقه للتيم بتاعك. وعايز الحق نفسي، انا داخل على مصيبه كارثه. طبعا كلنا عارفين لازم ورقه وقلم. حلو قوي، احنا كده كنا بنسخن. اوقات كتير جدا هو ما بيكونش عارف يشوف من كتر الدوشه. ازمه في شكل تنين مثلا، وفي ازمه في شكل تعبان، وفي ازمه في شكل اسد. بتخلي دماغي او مخي يالف سيناريوهات عليها. بقف انا محلك سرد. وقفتي دي بتوقف الفريق وبتوقف الشركه. انت عندك جواهر. اللي بيميز كوتش عن كوتش او اي مهنه انت بتتعامل فيها مع بني ادم ومع قلب هو انسانيتك. ايه الفكره اللي ممكن تنور في دماغك او المايند سيت شيفت اللي تبدا تحركك تريحك بعد كده؟ مش عايز يعترف اصلا ان هو عنده بيرن اوت او احتراق وظيفي. خد بالك الكلام ده مش هيطلع بره. فدي من الكومن ايشوز ان انا مش عارفه اديرك. ده احنا كنا اصحاب، ده احنا كنا بناخد قهوه مع بعض. طب انا دلوقتي اقول لك KPI ازاي لو هي بره مني سهله. فهنا بتتدخل بقى السبورت سيرفيسز اللي زي الكوتشنج، المنتورنج، التريننج، ايا كان نوع السبورت سيستم. كأني انا بجمع البازل بتاعه الليدرشيب. اوعدك ان ده اسلحه دمار شامل ليك والديبارتمنت بتاعك. شايف الدنيا كلها سواد، لكن كان في نقط بيضاء انت مش واخد بالك منها. المايسترو الشاطر عشان يقود الفريق بيدي ظهره للجمهور. اوقات كتير بنعمل حاجات واحنا مش عارفين احنا بنعملها ليه. اوقات تانية بنعمل حاجات واحنا عارفين بالظبط ليه احنا بنعمل ده. البيج واي بتبقى واضحه جدا. ده برضو اللي حصل معانا في باش كوتش. في الاول كنا بنعمله واحنا مش عارفين احنا بنعمله ليه، بس في دافع كبير جدا كل الفريق عايز يعمله ومقتنعين بيه. ومع الوقت عرفنا احنا بنعمله ليه، وده هيبان في مره من المرات واقول لكم ايه البيج واي ورا باش كوتش. موضوعنا النهارده بيتكلم على احنا بنعمل ده ليه برضو، بس في حته معينه، في الازمات. وقت الازمات، الفوضى، لما بتحصل حاجات غير متوقعه في الشركات، بنعمل ايه وبنعمله ليه؟ ده محور الكلام مع كوتش وباش كوتش فاتن. ازيك يا فندم؟ اهلا كوتش محمد. ايه الاخبار؟ الحمد لله. مبسوط ان انت معانا. شكرا. انا كمان يعني مبسوطه جدا. ده اول بودكاست اعمله. ده متخيل؟ ان شاء الله تتكرر مره. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. احنا بنتكلم على المدير او القائد وقت الازمات. واحنا الدنيا دلوقتي بتمر بازمات. كل سنه في ازمه جديده كانها بقت ترند. ايه الترند بقى يعني؟ وتحديدا مع بدايه السنه، فكل سنه بيكون في تحدي جديد. فعايزين بقى نمسك التحدي الحالي او ايا كان التحدي، المايند سيت بتاع المدير بيتعامل ازاي مع الازمات. فخلينا نبدا الاول، يعني ايه ازمه جوه شركه؟ تمام. انا دلوقتي ما بقيتش اسميها تحدي، بقيت اسمي الانسرتينتي دي نورم بقى حاجة عادية جدا إن إحنا يكون عندنا كوفيد 19 جاي للشركات من 6 سنين. فالشركات واجهت الأزمة دي أو التحدي دي بطريقة معينة. financial crisis whatever. إيه تحدي بيحصل في العالم ده اسمه تحدي. يعني إيه تحدي؟ يعني تشالنج حاصلة. أنا كمدير أو أنا كقائد مش عارف أتوقع إيه اللي هيحصل، وبالتالي حالة عدم التوقع دي بتخلي دماغي أو مخي يألف سيناريوهات عليها. بقف أنا محلك سر، وبالتالي أنا كمدير أو قائد وقفتي دي بتوقف الفريق وبتوقف الشركة، وبالتالي بتوقف الداينامكس بتاع الشغل كله. فهنا بتتدخل بقى السبورت سيرفيسز اللي زي الكوتشنج، المنتورنج، التريننج، ايا كان نوع السبورت سيستم او السبورت سيرفيس اللي هيدخل علشان تخلي المدير والقائد. على فكرة مش شرط خالص داخل الشركات، حتى لو احنا ناس انتربرنورز عاديين جدا، ازاي حتى نقدر نتعامل في وقت الانسرتينتي، في وقت التحدي، في وقت الأزمة. ازاي اقدر اتعامل مع نفسي اولا، ادير نفسي اولا، وبالتالي اعرف ادير الفريق بتاعي.
حلو قوي. المدير وقت الازمات نوصفه ازاي؟ بيبقى عامل ازاي؟ يعني نوصفه كده، ايه الصفات او العلامات اللي تقول المدير ده مش قادر يتعامل مع الازمه؟ آم، أنا كفاتن قعدت 16 سنة في الكوربريت. أنا سبت الكوربريت بس من سنتين، وكنت في وقت من الأوقات قائد لفريق، ومعايا زمايلي قادة هم كمان لفرق. لو أنا طلعت مني كفاتن وبصيت على الناس من بعيد وقت الأزمة، المدراء أو القادة، ووصفتهم، بيكون عنده حالة من التخبط، حالة من الخوف من عدم السيطرة، لأن المدير أو القائد المفروض إن هو to be able to control، لا هو مش عارف يكنترول. حالة من البيرن أوت، والبيرن أوت اللي بيوصله عشان هو خايف على his image، فبالتالي بيحاول يداري ده، وده بيبقى حالة من الحالات الخطرة جدا، ان هو مش عايز يعترف اصلا ان هو عنده بيرن اوت او احتراق وظيفي، فبيوصله ان هو يعمل بيكون قدامه تشويسز كتير، فيبدأ يتخبط في اتخاذ القرار، وده بيوصله ان هو بيفقد الثقة في التيم بتاعه، فبيكون عنده هو بنسميها مركزية القرار. القرار أنا اللي هاخده، الشيء أنا اللي هعمله. فده بيكون وصف عن تجربتي أنا وعن خبرتي أنا لمعظم المدراء والقادة في حالة الغموض، أو في حالة الأزمة، أو في حالة عدم رؤيته الصحيحة للموقف. الأزمات احنا بنقول الأزمة الكبيرة أو الأزمة المتعارف عليها المنتشرة، زي الأزمات اللي بتحصل دلوقتي كلنا بنمر بيها. تعالي بقى نتكلم على الأزمات اللي ممكن تقابلني أنا كمدير. أكيد في أنواع للأزمات، يعني هشبهها أزمة في شكل تنين مثلا، وفي أزمة في شكل تعبان، وفي أزمة في شكل أسد. يعني إيه؟ كل أزمة ليها شكل معين. الأزمات اللي بنقابلها كمديرين بيننا وبين الفريق او بيننا وبين الشركه، مش شرط لها علاقه بالعالم. يعني ايه بقى الازمه كده؟ قولي لي مثلا الازمه اللي حجمها قد كده دي تبقى ايه؟ الازمه مثلا حجم كده يعني بعيدا عن الازمات اللي بره اللي في العالم. يعني انا هقول لك حاجه كومن قوي بتحصل في الفتره الاخيره، خصوصا في منطقه الخليج العربي، سنس ان انا شغلي معظمه هناك. عندنا ازمه ان انا مثلا، انا وانت محمد، احنا الاثنين دخلنا الشركه مع بعض، انا اترقيت قبلك وبقيت مديرتك، فدي من الكومن ايشوز ان انا مش عارفه اديرك. ده احنا كنا اصحاب، ده احنا كنا بناخد قهوه مع بعض. طب انا دلوقتي اقول لك KPI ازاي؟ طب انا دلوقتي احاسبك ازاي على اللي انت بتعمله واللي انت ما بتعملوش؟ يعني اقول لك ازاي؟ تعالى ده انا مديك خصم. دي من very common، وبيقف. يعني المدير عندها بيقف خلاص، مش عارف اتعامل مع. وبعدين ده مش فاتن ومحمد، ده فاتن ومحمد وعبد الله ومريم أيوة. مع مجموعه احنا دخلنا مع بعض، ولسبب ما انا اللي اترقيت وانتوا زي ما انتوا محلك سر. تمام. دي حاجه من الحاجات. الحاجه الثانيه، لما بيطلب من المدير انه يعمل ريدندنسي او يقلل عدد الفريق بتاعه علشان خاطر احنا الشركه في ريستراكشر، عندنا ازمه ماليه، فالديبارتمنت اللي شغال ب15 هيشتغل ب7. فيلم جورج كلوني كان من ضمن افلامه فيلم كده، كان هو وظيفته ان هو بيلف العالم في شركه مالتي انترناشونال، فليها يعني هو جروب يعني، فبيروح لكل فرع ويروح جاي عشان يقول للراجل المدير الكبير اللي بقاله 25 سنه ده ازاي يمشي. ده فن لوحده، دي وظيفته طبعا. فدي ازمه طبعا. والمدير اللي بيبقى له 25 سنه ده لما بيكون شغال مع موظف، انا داخل شارب واكل قاعدين مع بعض، احنا بنقعد مع بعض في الشركات اكتر ما بنقعد في بيوتنا. تخيل انا هجيبك دلوقتي اقول لك محمد والله انت شكرا، وانت كفيت ووفيت، وللاسف لسبب ما او لسبب ما فيش سبب اصلا انت هتمشي بركان بقى. ويا سلام لو مديره بقى وعندها اتاتشمنت او تعلق بالفريق بتاعها. طب اقوله ازاي؟ يعني انا فاكره ان في مره من المرات احنا اضطرينا، يعني انا اضطريت ان انا اداري اسامي الموظفين واحط بس الKPIs او ايه هي المسمى الوظيفي او اللي هو ايه بيشتغل ايه او بيعمل لك ايه، واقول لها انت محتاجه مين ومش محتاجه مين بدون النظر للاسم، علشان هي تقدر تقول انا هشيل مين ومش هشيل مين، عشان الايموشنال لينك اللي كان مربوط بينها وبين الباقيين. طبعا. يعني ادي سبب، ادي تاني حاجه. يعني اول حاجه ان هو كان معاهم، بعد كده بقى يديرهم. تاني حاجه الاتاتشمنت لما بيحصل ريستراكشر او ريدندنسي او بنقلل عدد الفريق. تالت حاجه حته لما بيجوا يعملوا ابريزل اخر السنه، اقول ازاي لفريقي انه ما عملش اللي عليه؟ طب انا عندي حد واقف محلك سر،
الكوميونيكيشن او التواصل بقياده، باحترافيه، باداره مع الفريق. دي كمان حاجه من الحاجات اللي احنا بنواجهها داخل الشركات. ولا اتكلمنا في ارقام، ولا اتكلمنا في تارجت، بنتكلم في كلها مشاكل بني ادمين. مشاكل بني ادمين. هو خد بالك اساسيات المشاكل اللي بتحصل ما بين المدراء والقاده والفرق بتاعتهم هي اداره القلوب، هي اداره قلبهم، هي ان انا ازاي اخلي العضو في الفريق بتاعي ده او اللي شغال معايا في الديبارتمنت ده، بنقولها كده مصطلح في القياده تو وير ماي شيرت، يلبس التي شيرت زي بتوع في الكوره زمالك واهلي. أيوه. ابيض واحمر. فهو بالظبط ازاي يقدر يخليه لويال ليه، ازاي يقدر يخليه فعلا من قلبه بيديله. مش بقى ما اتكلمناش لسه في ارقام، ولا اتكلمنا في تارجتس، ولا اتكلمنا في اي حاجه، احنا بنتكلم في الف ب اداره، الف ب قياده. طب خلينا يعني ايه اتحداكي في حته كده، يعني اتخيل نفسي المدير القديم ده اللي هو اولد سكول، ماشي، وبيقولوا له ان احنا معلش هنضطر بس انا قاعدك مع حد كده عشان في شويه حاجات كده يعني ندردش فيها. بس انا بقول لك ايه الايه، انا بتكلم بطريقه احنا عارفين ان انت غالي عندنا ومش عايزينك، جيت على الوجع فبس هنقعد مع حد، هنقعد مع بعض كده 2 سيشنز، يعني ساعتين 3 كده دردشه بسيطه، او بيحاول ايه يخبي الايه الموضوع، وان هو هيقعد مع اكزيكتيف كوتش. فانت ازاي بتقنعي حد كده؟ انت طلبتي في شركه حضرتك هتقعدي مع المانجر فلاني اكس اللي ماسك الديبارتمنت او ماسك الكونتري مانجر بقى حاجه كده، عندنا مشكله معاه واقعدي معاه، بتقولي له ايه؟ ازاي اصلا تقنعيه قبل ما نبدا؟ انت جيت على الجرح والله يا محمد، لان انا ككوتش وانا كترينر، يعني انا ككوتش دي من اهم المشاكل اللي احنا بنواجهها داخل الاورجنايزيشن. انا داخله دلوقتي، انت الاتش ار بعت لك ايميل، كوتش استاذ محمد انت عندك كوتشنج سيشن مع كوتش فاتن. اول سؤال بتساله ليه؟ انا عملت ايه غلط؟ انا مش محتاج حاجه، انا تمام، انا بعد الشر اعوذ بالله. ليه كوتشنج ليه؟ حتى وانا في برامج الكوتشنج اللي انا بدرب الكوتشز بقى عشان يكونوا اكزيكتيف وليدرشيب كوتشز، اقول لهم اول حاجه انت تو كالتيفيت التراست اند سيفتي دي من جدارات الاتحاد الدولي للكوتشنج، دي الجداره رقم 3، ان انت ازاي هو يثق فيك علشان يقدر يفهم اصلا يعني ايه كوتشنج، ويقدر يقعد بقى كده يرحرح ويفك ويبدا يتعامل معاك. لان زي ما احنا عارفين احنا في حوار، في ديالوج. أيوة. انا ككوتش هسال اسئله وهو هيجاوب، تخيل بقى انت تفضل تسال وهو باصص لك مقاومه. مقاومه. فاحنا الكوتشابيلتي سكيل، او ان هو يعني هو كوتشبل او لا، في شركات كتيره جدا الاولد سكول منهم، هم مش هنقول سن معين لان السن ده مجرد رقم، ولكن المينتاليتي بتاعت انت جايبني اقعد مع حد ليه، انا عملت ايه غلط، دي فيري كومن وبنقابلها كتير جدا 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 في الشركات. ولكن الكوتش الشاطر لما بيتعامل مع الكلاينت اللي قدامه ان هو انسان، اللي جاي لك ده بني ادم شغال في الشركه دي بقاله 20-25 سنه، ان شاء الله يا رب يكون بقاله يومين 3، وجبت له حد من بره بتقول له انا جايب حد اساعدك، اول حاجه هتيجي في باله انا عملت ايه غلط؟ انت جايب لي حد ليه؟ انت عايز ايه مني وانا ما عملتوش؟ دي اول حاجات بتيجي في باله. فبالتالي بقول لهم انسوا خالص الاتش ار، انسى الستيك هولدر، انسى الاورجنايزيشن والفيجن والرؤيه وما الى ذلك. اللي قدامك ده ولا هو ديبارتمنت هيد ولا هو اكزيكتيف، ده بني ادم. الإدارة شايفة إن هو محتاج improvement أو development في حتة معينة، هو مش شايف ده. فأنت ألف ب كإكزاكتيف كوتش إن أنت تو ألاين الرؤية تكون واحدة. أنا ككوتش وإنت ككلاينت والأورجنايزيشن، إحنا الثلاثة اتجاهنا واحد، ألا وهو مصلحتك إن أنت توصل لنقطة وعي معينة، وإن أنا أديسكوفر أو أكتشف من جواك حاجات أنت مش شايفها في نفسك. إحنا الاتنين في الرحلة دي هنكتشفها مع بعض علشان ده يصب في مصلحتك الأول، وبالتالي مصلحة المؤسسة اللي أنت شغال فيها. بالظبط، بالبلدي أو بالعامية إحنا مش جايين نعلم على حضرتك خالص، ده بالعكس، أنت عندك جواهر، بس عشان تطلع بقى كلها تعال نشتغل مع بعض عليها. ده عشان انت عندك بوتنشن، ده علشان احنا كاورجنايزيشن خايفين مهتمين بيك، ان انت مهتمين بيك، فجايبين لك سيرفيس من بره تساعدك. واحنا ما فيش اي هيدن اجنده من وجودنا، ده طبعا ده الف طبعا يبقى عارف احنا بنقول اصلا. عندي سؤال هنا في الحته دي بقى، هو حته احنا لما بنبقى 1 تو 1 بره خالص الشركات والكوربريت، بنقول له خد بالك الكلام ده مش هيطلع بره، كونفيدنشياليتي، خصوصيه. هل هيفضل موجود؟ طبعا، عشان في حته دي ممكن الناس تقول لك لا بالاتفاق مع الاتش ار، او الاتش ار هيبقى عارف، او طيب. ده بيبقى باين في الكونتراكت. الاجريمنت
دي حاجه من الحاجات اللي لازم اي كوتش بيجي يقعد قدامي لازم يتعلمها. انت لازم في اجريمنت، الاجريمنت ما بيني وما بين شركتك يا كوتش محمد، مش ما بيني وما بينك، خلاص. اوكي. ولكن ولا اللاين مانجر ولا الاتش ار ولا صاحب الشركه له الحق انه يعرف ما يدور داخل السيشن، لكن له حق يعرف نتيجه، له حق يعرف مين فايندينجز، انا لقيت ايه وانا شغاله بايه، هل انا شغاله بيور كوتشنج، هل انا شغاله في تولز معينه انا بستخدمها. وخصوصا ان معظم الشركات حاليا الاتش ار فيهم او الليرنينج اند ديفلوبمنت اللي هم التعليم والتطوير بيدرسوا كوتشنج، فبيكون فاهم الكوتش بيعمل ايه. لكن ما يدور داخل السيشن لا طبعا لا يجوز، لان انت دي من الحاجات اللي اساسا يعني لو احنا في دوله اخرى من الدول اللي دخلت علينا العلم ده من العلوم الانسانيه زي امريكا او استراليا او اوروبا، ان هم الموظف حقه ان هو يسوق يقاضي الكوتش لو في حاجه من اللي دارت في الجلسه وصلت للمدير او وصلت للاتش ار، لان دي سياسه خصوصيه. فعشان هو يكون مرتاح فبقول له اللي بيحصل هنا في confidentiality 100%، بس فقط يعني ما يتعارض مع اخلاقيات الكوتشنج او ما يتعارض مع المؤسسه، وده ممكن يعني نفرد له حلقه اصلا. المفروض ان انا ككوتش ابلغ بيه الاتش ار، لكن لو في حاجه بتتعارض مع الشركه، لو في حاجه بتتعارض مع اخلاقيات الكوتشنج، انا لازم ابلغ بالاتش ار. لكن اللي هيدور دلوقتي في الدايلوج لا طبعا. كم مرة كتبت دودو ليست يومية وعلمت على حاجتين بس من 7 حاجات، واعتقدت المشكلة كانت في الوقت وانك مش لاحق تعمل كل حاجة. الحقيقة ان المشكلة ما كانتش في وقتك، المشكلة كانت في طاقتك. يبقى عشان تعرف مصادر طاقتك وازاي تديرها وتستخدمها خلال اليوم، وكمان تقدر تحقق تناغم بين الحياة المهنية والشخصية، يبقى انت محتاج تكون واحد من 8 افراد في جروب كوتشنج بريست تو بيست. لو حابب تبدأ رحلتك في إدارة طاقتك، سجل دلوقتي من خلال اللينك الموجود في وصف الحلقة. حلو قوي. احنا كده كنا بنسخن بنتعرف على التوبيك. تعالي نروح للحته اللي انا بحبها جدا جدا جدا. تخيلي بقى معانا واحد انا عايز اطور نفسي كمدير، وعايز الحق نفسي، انا داخل على مصيبه كارثه. بناء على الحلقه انا كده نورته في دماغي او انا بتفرج على الحلقه، انا داخل على حاجه من الحاجات الثلاثه اللي احنا اتكلمنا فيها، فانا عايز الحق نفسي وكوتش نفسي. فامشي بايه السيكونس او ايه المراحل اللي نمشي عليها؟ انت عايز تكوتش نفسك. انا عندي دلوقتي مشكله موديل بقى، عايزين موديل، عايزين كوتشنج موديل. انا هبدا واقول للي حابب يكوتش نفسه، اول حاجه ان انت كقائد، انت كمدير، انت هتكوتش نفسك حتى في علاقتك بنفسك. لازم تعرف ان انت مش لازم ابدا يكون عندك الإجابات لكل الأسئلة ولا الحلول لكل المشاكل اللي عندك، بس لازم تكون عارف تمشي إزاي وانت عندك حالة من الغموض أو حالة من التخبط، تقدر تمشي، ولو وقعت وانت ماشي هتقوم وتقف إزاي. فعاملة كده فريم ورك اسمه ستيج. اوكي. ستي اللي هو STAY. أول حاجة ستي اللي هو الأس سلو داون، أقف كده بالراحة خالص، أقف مع نفسك وهدي المشاعر دي واعترف بيها. ولو انا هكوتش نفسي طبعا كلنا عارفين لازم ورقه وقلم، لازم ورقه وقلم، بقولها للمره ال20، لازم ورقه وقلم. ليه؟ علشان الكتابه بتاعتي بتقلل من مساحه التوتر والدوشه اللي شغاله في دماغي. طب حد هيقول لي انا ما بحبش ورقه وقلم، ممكن اقول له فويس نوت؟ لسه كنت هقول لك احنا الاين ده فويس نوت. ليه؟ علشان انا عايزه نطلع اللي جوه هي دي الفكره. يطلع تمام. فبس انا اولد سكول بقى، معلش السن اللي هو احكام. لا خالص يا فندم، لا انا بحب الكتابه. فاول حاجه ستي كولم، سلو داون كده الايموشنز بتاعتك. تاني حاجه التي تل، قول الحقيقه للتيم بتاعك، لا تزيف الحقيقه بتاعتك ولا تكبرها، على قد حجم المشكله اللي احنا فيها، او على قد حجم المشكله اللي جواك، مش اللي مخك بيهيئها لك، اللي بجد اللي ايفيدنت مشكله. احنا عندنا مشكله دلوقتي ان الشركه فيها كذا، عندنا مشكله دلوقتي ان العالم بيمر بمشكله كذا، احنا عندنا مشكله دلوقتي ان في كذا كذا بيحصل في الدوله الفلانيه. تل الحقيقه بالظبط على قد ما هي، مش على قد ما مخك ما بيتخيلها. ما لو هي بره مني سهله، لكن لو انا بتكلم على مشكلتي انا اقدر اقول واعترف. على فكره يا جماعه، بعد 3 شهور من القعده معاكم انا مش عارف اتعامل معاكم. يقدر يقول لي تل كده؟ طبعا. طبعا تل. انا ايه المشكله؟ عندي مشكله في التواصل،
بصوا يا جماعه، بعد 3 شهور من القعده معاكم انا عندي مشكله في ان انا انالايز السيتويشن من وجهه نظر مختلفه. انا عندي مشكله ماشي. وده بيحصل كتير جدا في الناس اللي بتمشي من ناشونال كومبانيز او ناشونال دومين لانترناشونال دومين، لما تشتغل مع ناس من شركات من جنسيات مختلفه من مايند سيت مختلفه. ده بيحصل كتير جدا ان هو مثلا يبقى قاعد في الميتنج مش عارف يقول النقطه بتاعته زي، مش عارف يفرغ عن مشاعره، مش عارف يعبر عن مشاعره زي. عشان كده محمد الشركات الكبيره دلوقتي كلها بتتجه الى لوجود كونسلر جوه الشركه، كونسل، وبتتجه ان هي يكون في حد زي حالاتي كده موجود بصوره دائمه جوه الشركه كاكزيكتيف او ليدرشيب كوتش. فتالت حاجه الايه، اسال ask questions للتيم بتاعك. ليه؟ ده اولا بيمنتين التواصل، انت بتتواصل مع التيم. والحاجه الاهم بقى، انت ما بتبقاش سولو ثينكر، انت ما بتفكرش لوحدك، انت بتعمل حاله من البرين ستورمينج اللي هو ايه، اصل انا جوه الدايره فانا ممكن اكون مش شايف كل حاجه. طب اسال بقى الفريق بتاعك اللي هو ممكن جدا 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 يجيب لك افكار انت مش شايفها خالص. ونيفر اندر استيميت، يعني كل فكره صغيره جايه من اقل حد معاك في التيم ممكن يكون لها قيمه. والواي يور تيم فيرست، الفريق بتاعك اولا، مالكش دعوه بقى يعني دايما بقول الكود دي، المايسترو الشاطر عشان يقود الفريق بيدي ظهره للجمهور. فلسفه حلوه. ماليش دعوه بالديبارتمنت هيد التاني، ماليش دعوه بالشركه التانيه اللي في نفس حجم شركتي عملت ايه. انا دلوقتي همي الستي وانا مدي ظهري للجمهور علشان اعزف سيمفونيه تطلع. مش انا اللي بعزف، انا بقود او انا بمانج، اللي بيعزفوا هم الفريق بتاعي، فيطلع احسن انشوده او احسن عزف يطلع وانا مدي ظهري للجمهور. وبعدين كده بعدين هلف بقى اشوف الجمهور ومشاكله والكومنتس اللي بيقولها عليا وما الى ذلك. ايوه فعلا، لان الجمهور لما بيتفاعل انا بعرف ان انا نجحت مع فريقي. لو ما بيسقفوش في حاجه غلط فبروح اعدل فيسقفوا وهكذا وهكذا. بس حلو. برضو انت الحاله اللي هي البوش الاولى دي، انت مدي ظهرك للجمهور، انت مركز مع مين؟ انا مركز مع ماي تيم فيرست، يور تيم فيرست. فستي اكتبها كده. حاول لو انت مش عايز تلجأ الى حد تاني يساعدك تشوف الصوره من فوق، حاول تجرب ستي مع نفسك. تحفه. وده شجعني ان انا اقول على موديل كنت بفكر فيه وانا بحضر. دايما لما بحضر حلقه بيطلع كوتشنج موديل، فالموديل اللي انا هقوله برضو احب تسمعيه. كرايسيس موديل. الكرايسيس موديل ده اول حرف السي، كيوس، الفوضى. هي الفوضى فين؟ اسال نفسك الفوضى فين، فوضى داخليه ولا خارجيه؟ ده اول حاجه. بعد ما تحددها روح للحرف الثاني، حرف الار، ريليشنز. ايه العلاقات المرتبطه بالفوضى دي؟ ممكن يكون مدير، ممكن يكون ستيك هولدر، ممكن يكون كلاينت، وات ايفر. انت الفريق تيم. بعد كده روح للحرف اللي بعده، حرف الاي، اللي حرف الاس، حس السيتويشن بقى. امسك لي سيتويشن واحد بسبب الفوضى دي عشان نقدر نشتغل عليها. يبقى ده الموديل بتاعنا اللي نبني عليه بعد كده اي سيتويشن هتعرف تتصرف عليه ازاي. الاي، ايديا. ايه الفكره اللي ممكن تنور في دماغك او المايند سيت شيفت اللي تبدا تحركك تريحك بعد كده؟ فانت داخل اصلا بليف معين او فكره معينه على الكيوس دي او على الازمه دي. تعال نتكلم على الفكره، لان الفكره اصلا ممكن تكون هي الدرايف اللي بعد كده تزقك للاحسن. اخر حرف السيستم. اوجد سوليوشن، او اس دي اللي هي سوليوشن او سيستم. الحلول خليها في سيستم. ليه في سيستم؟ عشان حضرتك لما تمشي او كنت واخد اجازه وحصل كيوس تاني، لو هي كانت براك تعرف تاني ايه السيستم. ارجع للسيستم في جايد. يا جماعه احنا لما ده حصل في الشركه مع المدير الفلاني، ربنا يكرمه هو سابنا، بس احنا عملنا ايه؟ عملنا كده. بقى في ريفرنس سيستم. انت خرجت بس السيستم بيدور، سواء كان بقى الكيس دي كانت داخليه او خارجيه، في سيستم انت اتعاملت بيه. انا عجبني قوي الموديل ده، هغشه منك اكيد، بس ده حلو قوي. ايه بقى اللي يطبقه يعني انا هدرسه، يعني هحاول اديه للطلبه عندي. ماشي. تمام. بس هو ده انت عايز حد بروفيشنال لكن مش سيلف كوتش. اوكي، فاهم قصدي؟ لان فكره الكايوس اصلا من الاول عشان هو يكتشف الدوشه، اوقات كتير جدا هو ما بيكونش عارف يشوف من كتر الدوشه، ما بيبقاش عارف يقف يرفلكت من كتر الدوشه. فانا كرايس، انا اوعدك ان انا يعني هستراكتشر كده وادرسه واقول لك الفيدباك عليه، لان هو عجبني. وعجبني اكتر ليه؟ ان انت حاطط فيه سيستم، حاطط فيه ريليشن،
ما ده مهم. والريليشن ده مهم جدا. ولو انا if I were you وانا هستراكشر ده دي الطريقه اللي انا هعملها. كل واحده كل خطوه من الخطوات هبدا بهو الاول مع نفسه، يعني الفوضى اللي جواه الاول، علاقته بنفسه الاول، السيستم اللي هو متبعه مع نفسه الاول، وهكذا. ليه بقى؟ لان دايما انا بحب دي الابروتش بتاعتي. وبسال يعني دايما اقول للطلبه بتوعي اوصيكم ونفسي ان احنا اللي بنقوله توك نطبقه على نفسنا الاول. طبق على نفسك. عشان كده انا باخد ساعات وساعات وساعات من البراكتيكم اللي هو البراكتيكاليتي وانا بدرس، علشان تطلع بجد انت ضايق اللي انت هتعمله في الموظف قبل ما تبدا تعمله مع الموظف. يعني انت مجرب على نفسك الاول وعارف دي هتشتغل، لا دي تمام، لا دي ممكن يقف عندها كتير، لا دي تشالنجينج، لا الاسئله في الحته دي بتوجع، لا يا سلام لو جينا اشتغلنا على حاجات على اللاوعي، او مثلا بتخبط في حاجه من حاجه حصلت لها قبل كده في شركه قبل كده فتبدا تعيط، فازاي نعمل ايموشنال استابيليتي او نشتغل على الايموشنال استابيليتي وهكذا. فانا اوعدك ان انا كرايس ده هشتغل عليه. دي شهاده يعني. لا انا عجبني جدا بجد كنت محمد، يعني حاجه عظيمه. طيب نغششهم بقى كوتشنج تول في شكل رسمه. ماشي، يلا بينا. طيب انا في تول كده اتعلمتها ريسنتلي، وزي ما دايما احنا متفقين ان رحله اي سبورت سيرفيس كوتشنج منتورنج تريننج لازم نكون شغالين على نفسنا، بنتعلم وبنعلم. وليه؟ لان في ترندز كتير بتحصل. احنا جوه الاورجانيزيشنز دايما بنشتغل على سايكوماتريك اسسمنتس وحاجات بقى مجعلصه وجديده كده. فانا بحب تول التايم لاين. التايم لاين اللي هو انا مع الكلاينت برسم لاين، برسم خط، وبقول له ان انا والكلاينت هنا في الناو. دلوقتي احنا قاعدين في السيشن، وهنا الفيوتشر، حلو، وهنا الباست. طبعا احنا كلنا عارفين ومتفقين ان الكوتشنج احنا من ناو للفيوتشر نموف فورورد. طيب انت ايه اللي موقفك؟ اكيد في حاجه هنا، معتقد معيق، فيلينج معينه، شعور معين جواك، unlimited belief هو مخليك واقف. اكيد ده وراه حاجه حصلت في هنا. فبنرجع راجعه مثلا، اقول لك مثال الاسبوع اللي فات. خلاص احنا عندنا دلوقتي حاله اللي كانت حاصله في Q1 واللي بيحصل في المنطقه. شركات كتيره وقف الشغل بتاعها، شركات كتير الشغل بتاعها كان اون هولد، الناس كانت شغاله من البيت، الناس خايفه، في خوف. فالقائد اللي كان معايا عنده مشكله ان الخوف اللي جواه منقول للتيم. ليه؟ عشان لما رجعنا ورا هنا لفبراير 2020 كان في عندنا COVID-19. فلما نيجي هنا اقول له وقف لي عند السيتويشن ده، بص على نفسك من فوق وقول لي ايه البوزيتيف تيك اواي، اكتشفت ايه عن نفسك ما كنتش عارفه، طلعت ايه الليرنينجز اللي انت طلعت فيها من السيتويشن ده. lessons. وقف واستخدم the power of pause بقى. انا والكلاينت بقى مش عارف، طب فكر تاني، ارجع كده شوف في سيتويشن حصل، بص على نفسك شوف تصرفت ازاي. دايما اللي بيجي عندك فاكر انت هتفضلي تسألي على طول، فلما بتسكتي ايه ده، ايه الصمت ده، ما بتتكلمش ليه؟ the power of silence. ايوه ساكت. the power of silence بيطلع طاقة. كتاب باين ولا مش؟ ايوه بيطلع طاقة. ده هو في كتاب اسمه The Power. الكتاب ده في بارت كبير بيتكلم على ده. وليه؟ لان انت هو فكرة الاويرنس نفسها او الوعي اللي قامت عليه فكرة الكوتشنج ما بيوصلوش الكلاينت بسهولة خالص. هو بيوصل عن طريق الباورفul questions. انت بتسأل فهو بيجاوب، او يقول لك مش عارف. فيعني انت مش عارف، يعني انت مش عارف ده في حد ذاته سؤال، فيجيب لك إجابة تانية على أساسها أنا بمشي unstructured. يعني أنا مش الكوتشز اللي بتمشي structured، علشان الunstructured بيبقى أفضل. ليه؟ لأن أنت شغال على المشاعر اللي طالعة من الكلاينت. فأنا خدت المشاعر اللي هنا، ولو في مشاعر heaviness مثلا برجع بتكنيك مثلا. هو في معظم الوقت هيحس إنه تقيل، هيحس إنه تعبان، هيحس إنه لأ في حاجة غلط حصلت لي، فأقول له خلاص هنتنفس على تكنيك معين. ماشي. 4-1-7 inhale 4، اسحب 4، اقف 1،
وطلع في 7 حلو. يرتاح شوية ويبدأ يديني حاجة تانية. هو شايف نفسه خد لي بقى الحاجات الحلوة دي، تعالى لي هنا في الناو. في الناو. اوكي، هنتحرك هنا على الناو، على السيتويشن الجديد، السيتويشن اللي احنا فيه دلوقتي، والتيك اويز دي اللي انت اتعلمتها عن نفسك والحاجات اللي انت اكتشفتها عن نفسك. لان اوقات كتيره جدا جدا كوتش محمد لو هو في حاله التوتر والامبيجوتي والحاجات اللي بتحصل، هو بيبقى ناسي اصلا الوينز اللي هو عملها أيوة. هنا. فانا بجيبها له قدامه اهو وبقول له خد بالك كان في كابابيلتيز انت دفنتها او خبيتها او على فكره دي موجوده جواك، انت ينفع دلوقتي حالا تستخدمها عشان تموف من هنا لهنا. شايف الدنيا كلها سواد، لكن كان في نقط بيضاء انت مش واخد بالك منها، فانا بقى بطلع لك النقط البيضاء وبوسعها لك تملى المساحه، ما يبقاش كله اسود. وبقف على المشاعر اللي لو حتى لسه في حاجه هنا كلكعه كده، مثلا كم من 10 تديني مشاعر الخوف ان انت هنا فقدت شغلك مثلا، لان ده اللي حصل معايا. أيوة. هو هنا ساب شغل، فهو خايف تاني ده هو هنا يتكرر. ساب شغله وبعد كده بدأ يشتغل شغلانه حاجه فريلانسر، وبعدين دخل على الويب سايتس اللي هي اللي موجوده اللي احنا كلنا عارفينها. أيوة. حط البروفايل بتاعك اشتغل ترانسليتور، هو عربيك وانجلش سبيكر. طب اكتشفت عن نفسك انا بعرف اوجد سولوشنز، او ولادي ما كانوش عارفين اللي بيحصل، ده في ايه عن نفسك. فيبدأ وهو اللي يكتب الفايندنجز دي، فبيحس بايه؟ بيحس بقيمه نفسه، السيلف وورث اللي انا عايزاها هنا علشان ابوش هنا. سيلف استيم يعلى، سيلف وورث، سيلف كونفيدنس. بالظبط، هو كله نزق نوصل قدام. طيب بياخد الورقه دي بيحطها عنده في مكتبه، واحنا كلنا عارفين ان بنسبه كبيره جدا انا ككوتش شغلتي ان انا اطلع ببلان صح. بس الاكسكيوشن بتاع مين؟ بتاعه. هو كلاب بيدرب صلاح بس ما بيشوطش الكوره مكانه صح. بس لما صلاح بيطلع من المباراه ما بيلعبش كويس هو بيديله فيدباك صح. فانت ككوتش انا يعني بقول دي انا دلوقتي في الكوتشنج القيادي جوه الشركات بقالي 9 سنين. حلو. انترنال واكسترنال. قول له بالورقه والقلم بالكونتراكت انت مالكش دعوه بالاكسكيوشن، بس بالضمير وبربنا انت ليك دعوه بالاكسكيوشن. ده اللي بيميز واحد عن التاني، ده اللي بيقول لا كوتش فاتن روح لها، كوتش محمد لا روح له. ده بيفضل وراك لحد ما ينقلك من اللي انت فيه للمكان اللي انت عايز تروح له ايا كان ايه هو. ديفلوبمنت، بنغير الشغل، بنغير في مشكله معينه في الشركه عايزين نتخلص منها، او حاجه جوايا انا عايز يعني اتخلص منها او عايز امبروف ات او أيوه. انت لازم تفولو اب معايا علشان تتاكد انه الحمد لله خد خطوه بيبي ستيب، مش حاجه طالع جراديولي بقى. لا ده الفرق بقى اللي دايما انا بقول ايه، واحنا ليه البودكاست اسمه باش كوتش؟ علشان كده، علشان الباش كوتش هي نفس الفكره بتاعت باش مهندسيه، خد درجه البشويه فهو خد ليفل اعلى. هو خد ليفل اعلى لاسباب معينه. احنا عندنا كل ضيف باش كوتش ليه؟ عشان حته زي اللي حضرتك قلتيها انت دلوقتي، ان هو لا انا هفضل وراه لحد ما يجيب نتيجه طبعا. ده الباش كوتش. مش الكوتش العادي ممكن يقول لك لا الكونتراكت خلص، على فكره الشركه بتاعتك ما كلمتنيش، انا مالي ادفع لي انت اكتر او ادفع لي تاني بقى تعال نكمل او تعال نكمل سيشن. في احيانا حته الضمير بعمل ربنا، المينينج، البيج واي بتاعتي، كل الحاجات دي بتحرك الباش كوتش. بشكرك جدا جدا بجد. يعني شايفين اهو، اتمنى تكون ان هي واضحه، حتى انا مش باين، المهم هي تبان. ودي اول مره تحصل في بودكاست ان الهوست مش باين اصلا دلوقتي. بس البورد تكون باينه. اعمل بوز للصوره لو انت عايز، وسجل الكوتشنج تول الحلوه دي. اهم حاجه كلنا محتاجينها دلوقتي اننا نفصل، بس المهم نعرف نفصل ازاي ومع مين وامتى عشان نشحن نفسنا لباقي الشهر. احنا في انر فايف هنتقابل مرة كل شهر لمدة 3 ساعات عشان نشحن طاقتنا ونعرف نكمل باقي الشهر. مهتم تعرف ازاي؟ ادخل على اللينك الموجود في وصف الحلقة. يعني بمناسبة اللي انت كنت تقوله على الفولو اب، انا كنت بمناسبة الاي سي دبليو الانترناشونال كوتشنج ويك اللي كان لسه خالص من فترة قريبة، انا كنت في واحد من الويبينارز والمودريتور سألني سؤال، او سألنا كلنا، يعني احنا كنا باش كوتشز يعني معظمنا. ما يميزك او الخلطة السرية. كل حد فينا قال. انا عن نفسي انا كفاتن شايفة انه بجد اللي بيميز كوتش عن كوتش او اي مهنه انت بتتعامل فيها مع بني ادم ومع قلب هو انسانيتك. انت انسان بتخطئ وتصيب،
وهو كمان انسان، مش ATM، مش كونتراكت انت بتاخد وخد بالك خصوصا وانت جوه اورجانيزيشن، انت واخد فلوسك انت، انا بقولها على طول جوه المحاضرات، رقيبك ربنا جوه الكوتشنج سيشن، رقيبك ربنا. ممكن الموظف يروح للاتش ار يقول له لا دمه تقيل الكوتش، لا مش عايزه، ما انا مش مرتاح، شوف لي حد غيره. بس ممكن واحد تاني يقول لك يلا هي ساعه وبتعدي وخلاص. ممكن واحد تاني يفتح، ودي بتحصل كتير جدا، يكون شغال السيشن اصلا وهو داخل ميتنج وانت قاعد انت وانت ككوتش قاعد عادي، انت مبسوط جدا، ما انا هاخد كده فلوسي في أيوة. مش مهم، هو حر، انا ماليش دعوه. لا، هو هل دي الرساله اللي انت فعلا عايز تعملها؟ هل هو ده الليجاسي اللي انت عايز تسيبه وراك؟ يعني لو انت دخلت على كل صفحات السوشيال ميديا بتاعتي هتلاقيني كاتبه turning potential into legacy. الشخص اللي فيه potential ولو 1% legacy turn into legacy. ايا كان البوتنشال اللي جواك ده قد ايه صغنون، هنقدر نشتغل عليه لان احنا كلنا في الاخر رايحين نفس المكان، سايبين ورانا legacy، سايبين ارث، سايبين اسم. أيوة. عايز اسمك يبقى عامل ازاي؟ والله انت حدده. كنت بقول امبارح على حاجه زي كده برضو مع حد كان معايا في كوتشنج سيشن، فبعد ما خلصنا بقول لها ايه رايك، قالت لي والله انا كنت خايفه ان انا اخش ادي لك كميه اكتئاب وادي لك طاقه سلبيه. قلت لها لا، انا مؤمن اصلا من الاول ان كل حد بيقعد معايا عنده حاجه مهمه مميزه، بس هو مش شايفها. فانا اصلا طول ما انا حاطط كده فانا مستني ان دي تطلع، فبنطلعها سوا. مهمة الحتة دي يا محمد قوي على فكرة. وبنعلمها للي لسه داخلين الدومين الجديد. احنا بناخد مشاعر وبيبقى معظمها زي ما ربنا مخلقنا ان احنا مخنا بيميل اكتر للنيجاتيف بايس، للسلبية. السواد عم ضياء بيجي يقعد معانا في السيشن اللي هو انت في ايه الايجابيه؟ مفيش ايجابيه والله. طب يا حاجه، طب اي حاجه ايجابيه، طب خدت المرتب؟ والله اتصرف كله على الكريدت كارد والمدام والشوبينج وكذا. الكوتشز خصوصا في الاول بيطلع من السيشن يدخل السيشن، يطلع من السيشن يدخل السيشن، بيجي له كوتشنج فاتيج. انت بتبقى محمل بايموشنال لاجج، مشاعر مش بتاعتك. الله يكرمكم لما تحسوا بده وقفوا، خد كده جراوند ليف كده، اقعد. يعني انت بتقولي انت كنت مشغوله الفتره اللي فاتت، اصلا الفتره اللي قبلها بقى كنت منتخ، اللي هو كان عندي كوتشنج فاتيج وصل ليه. فكنت قلق. انت بتشيل المشاعر دي، فانت حقك انت ككوتش طبق على نفسك الاول سيلف اويرنس. لا انا تعبان، لا انا شايل كتير جدا مش قادر. عمرك ما هتعرف تبرفورم جوه السيشنز. وقف، تخلص من المشاعر دي، تعامل معاها صح. انت ككوتش ارجع للستي. الفريم ورك بتاع ستي، المشاعر دي تعامل معاها صح، let it go. عشان تبدا تاني صح. احنا بنتعامل معاهم وعلى عيننا وعلى راسنا، بس احنا باي ديفولت بناخد ده جوانا. في بقى طبعا الناس دلوقتي عماله تتفرج علينا وعماله تقول ايه الكتاب اللي احنا سايبينه ده ومش هيجيبوا سيرته، وناس ثانيه تقول لك لا ده هو ديكور. لا مش ديكور لا مش ديكور. طبعا يعني بصي انا الكتب دي بعشقها لان هارفارد بتعمل شغل محترم جدا. كل اللي بيكتبوا فيها على مستوى عالي. الكتاب بعتبره كورس. فاحنا دايما بنقول في فقره ايه الكتاب اللي ممكن ترشحيه للناس لو عايزين يقروا شويه، لو يعني مدير عايز يقرا وعنده وقت وبيحب القرايه، فانت رشحت لنا الكتاب ده، فاحكي لنا الكتاب ده ايه. حاضر. احنا عشان احنا بنتكلم جوه اورجانيزيشنز وبنتكلم على مدراء وعلى قاده، انا بحب هارفارد جدا لان الكيس ستاديز بتاعتها محترمه. الكيس ستاديز بتاعتها بتبقى مبنيه على حاجه حصلت داخل الاورجانيزيشن، مطلع لك الفايندنجز بتاعتها، المين اوتكم، ايه الريكومنديشن. فده بيقول لنا ايه هي ال 17 مهاره اللي اي ليدر محتاجها او اي مانجر محتاجها علشان خاطر يستاند اوت، يقف ويكون مميز. بدايه من انت اصلا ازاي تديفلوب او تنمي عقليه القائد جواك، تعاملك مع الترانزيشن. انا كنت دلوقتي موظف عادي، دلوقتي انا مسؤول عن فريق، هتعامل مع ده ازاي؟ هبني الثقه والمصداقيه مع الفريق بتاعي ازاي؟ والاهم من كل ده الايموشنال انتليجنس، ازاي هقدر ادير مشاعري وافهم مشاعري وادير مشاعر الفريق. هو حاطط 17 سكيل. انا النجاح بالنسبه لي مختلف عن النجاح بالنسبه لك، وبالتالي النجاح بالنسبه لي مختلف عن النجاح للفريق بتاعي. ازاي ابوزيشن معنى النجاح بالنسبه لي ومعنى نجاح لفريقي، واحنا كلنا نكون في نفس اتجاه نجاح الاورجانيزيشن اللي احنا شغالين فيها. ازاي اقدر ادير نفسي من خلال
اتعامل مع التاثيرات اللي حواليا انا كليدر. هو الكتاب بيتكلم عن كل ده في تشابتر، يعني هم 17 تشابتر بيتكلم عنهم. ازاي اكومينيكيت مع الفريق بتاعي اللي جايين من طبعا هم بيعملوا كل حاجه من انترناشونال دومين، اللي جايين من جنسيات مختلفه، مايند سيت مختلفه، جنريشنز مختلفه. انت ممكن تكون بتتعامل مع ميلينيال وتتعامل مع جين زي، وشويه شويه احنا الفا داخلين علينا هم. البيرسونال برودكتيفيتي، ما انا مع الدوشه واللي بيحصل ده كله انا ممكن قوي اكون مش برودكتيف، ممكن اكون بمايكرو مانج. انا كليدر ازاي اقدر اتعامل مع ده؟ ممكن جدا اكون ما بعرفش اعمل ديليجيشن، ما بعرفش افوض مهام للفريق بتاعي. سيلف ديفلوبمنت، ما انا مش هقف محلك سر. انا كليدر في هنا انرجي ليدرشيب، هي موجوده في مانجنج التيم، موجوده في الحته بتاعه المانجنج التيم. التوبيك ده مهم. يعني انت هنا هو حاطط الاول الترانزيشن، بعد كده ازاي تدير نفسك، ازاي تدير واحد من فريقك اللي هو الديليجيشن، ازاي تفوض مهام لده بثقه، ازاي تدي فيدباك، ده مهم جدا، ازاي تديفلوب تالنت. لا هو لمم الموضوع كل حاجه. بعد كده ازاي تمانج التيمز بقى، انت كبرت. فده يعني من الكتب اللي انا، والانجليش بتاعه سهل جدا وبسيط، ومش متاكده اذا هو موجود بالعربي او لا، بس هو الانجليش بتاعه very straight forward. مهم قوي ان انا ككوتش، انا كليدر، انا كمانجر افضل شغال وانهانس النولج بتاعتي او المعرفه بتاعتي. اشكرك جدا. هو ليك الكتاب ده؟ لا مش ممكن والله على الهوا كده انا مش ممكن والله حاجه. ده انا جايبه لك والله ميرسي بجد. طيب ايه رايك، مش قبل ما اقول السؤال ده، في سؤال مهم جدا وعايزك تجاوبيني بصراحه، ده اهم سؤال في الحلقه كلها. ماشي. ويا رب ما تضايقيش مني، لان هو سؤال فيه يعني جرأة رهيبه قوي. ايه رايك في الحلقه؟ انا مبسوطه جدا من المخرج بتاعنا. طيب حلو. المخرج بتاعنا عظيم جدا، يعني افتكر ان دي اول مره الناس تشوفني قاعده كده وبقول عم ضياء والحاجات دي. فيعني اتمنى ان احنا نكون عجبنا المخرج. اللي عجبتني الحلقه جدا، انا قلت لك ده انا مش بظهر في بودكاست، ده اول بودكاست اظهر فيه. هتعمل لنا مشاكل، اعتذرت عن بودكاست كتير. لان مش في انا ما بعرفش اطلع في بودكاست ما فيهاش الحاجه اللي انا بعملها. فلا انا شخص بيشتغل جوه اورجانيزيشنز. انا جايه من كوربريت، وحتى وانا فريلانسر ستيل بشتغل مع كوربريت، وبحب جدا ان انا احط ثقافه التعلم والعلم، وان احنا نفضل شغالين على نفسنا. انا دايما بتارجح ما بين مقعد المعلم ومقعد المتعلم. اللي بتعلمه برجع اعلمه للناس اللي بيدخلوا معايا تريننج سيشنز، وحتى داخل الكوتشنج سيشن بحاول ان انا اللي انا بتعلمه اطبقه على الكلاينتس بتوعي. فانا حبيت ان انت يعني اتمنى ان احنا الناس تكون استفادت من اللي احنا قلناه. انا اقول لك ان الحلقه دي بالنسبه لي مهمه جدا، كأن انا بجمع البازل بتاعه الليدرشيب، لان احنا عاملين في سيزون 1 حلقه، في سيزون 2 حلقه، في سيزون 3 حلقه. فانا بستمتع جدا لان كل حد اضاف في التوبيك ده بشكل مختلف تماما. انا اعتقد والله لو حطينا ال3 حلقات دول مع بعض كده ده كورس. فانا بشكرك، انت اضافه مهمه جدا جدا في التوبيك ده جوه باش كوتش. الحمد لله. تمام. طيب السؤال الثاني اللي له علاقه بالحلقه، حسيت ان انت هنا في بيت ولا في شركه ولا؟ انا حسيت ان انا احنا استوديو لا خالص. لا احنا قاعدين مع بعض اصحاب، قاعدين مع بعض بنتكلم على حاجه وجعانه مثلا وبنفضفض كده. لان انا ما بتكلمش على توبيك جوه شركات، انا بتكلم على توبيك داخل دماغ كل حد فينا دلوقتي. ولو هو مش بيزعجك انت كحد جوه اورجانيزيشن، بتفكر على ايه بابنك بنتك؟ طب اتعامل ازاي مع uncertainty؟ انا ليدر في بيتي، انا ليدر في بيتي، انا بليد نفسي. ممكن يكون ليدر في العماره اللي هو اسمه رئيس اتحاد الملاك. رئيس اتحاد الملاك. فهي الليدرشيب لما احنا بنيجي نقول مثلا، اما اجي اقول انا كوتش قيادي وتنفيذي، يعني بتعملي ايه؟ انا بكوتش الناس جوه الاورجانيزيشن وبره يا جماعه على كمان على فكره. يعني بس يعني انا حبيت قوي هنا الهارموني. يعني انا حسيت ان انا مش في استوديو خالص والله، يعني للامانه من اول ما دخلت. وحبيت ان انت يعني طلعت حاجات احنا ما فيش اي اتفاق على اي حاجه من اللي احنا قلناه ده. انا قلت لك انسي خالص اي حاجه بنعملها بنفكر فيها بالزبط. لان دايما انا مؤمن ان الكلام بيطلع احلى واحلى لما تبقى تلقائي. صح. انا بيتولد عندي اسئله، انت ممكن كمان يتولد عندك اجابات ما كنتش بتفكري ان هي هتطلع. صح. فدي حلاوه الارتجاليه يعني. طيب ايه ال3 حاجات اللي نعملها كمدير عشان ادمر الكارير بتاعي؟ خبي عن فريقك الحقائق،
ما تقولش اي حاجه بتحصل للفريق، خبي خالص، ما تقولهمش اي حاجه، قول لهم كل حاجه زي الفل وتمام، الدنيا ماشيه زي الفل. اكذب على نفسك، انت قول ان انت قادر تشيل كل حاجه وانت عارف تعمل كل حاجه بنفسك خالص. ايوه دي مهمه جدا عشان ده- تدمر ايوه بقى تدمر براحتك بقى واحترافيه. جدا باحترافيه. واوعى تقول لا، اوعى تقول لا، قول يعني اوعى تقول لا على اي مهام تانية الاورجنايزيشن من فوق بتديها لك او جايه لك من الهيد كوارتر، اوعى تقول لا، لا شيل بقى. وده ال3 حاجات دول يعني اوعدك ان ده اسلحه دمار شامل ليك والديبارتمنت بتاعك. ان شاء الله يا رب ما نعملش اي حاجه من الحاجات دي، لان احنا همنا في الاول وفي الاخر ان انا كقائد او انا كمدير اكون في رحله اداره وفي رحله قياده ساتسفاينج، مرضيه وناجحه ليا انا شخصيا، وبعدين بالتالي لفريقي وشركتي. طيب جه في دماغي بقى، طب نفترض ان واحد عمل واحده من ال3 حاجات دول، فاحتاج ان هو يروح لكوتش، يتصرف ازاي او يعمل ايه؟ هيجي للكوتش، هنبص لها من زاويتين. اول حاجه هو البروفيشنال كوتش هيعرف يتعامل مع ده ازاي بالكوتشنج مايند سيت، من غير ما يحط عليه ليبلنج، من غير ما يحكم عليه اسئله بس ما بقولوش تعمل ايه، ولكن هو من خلال اسئلتي هو هيعرف ايه الرايت اكشن اللي هو المفروض ياخده، وانا بكون السبورت سيستم والاكونتابيلتي بارتنر بتاعه اللي بيخليه يمشي على الخطوات دي. يعمل ايه؟ يكون داخل السيشن هو مقتنع ان هو في واي اوت، في حل، كل حاجه لها حل، حتى لو اللي انا عملته ده كان حاجه كارثيه جدا لها حل، بس لو انا من جوايا مقتنع ان انا لوحدي مش كفايه، انا لازم محتاج سبورت سيستم معايا، برسم كده دايرتين وبقول له دي دايره الانفلونس ودايره الكنترول، ده اللي انت تقدر تعمله دلوقتي، ايه ليستد داون، ده اللي انا ما اقدرش اعمله دلوقتي، ده خارج نطاق، ده اوت اوف ماي هاند، ده خارج نطاق حدودي انا كبني ادم، ليست داون وبص عليه. خليك داخل السيشن وانت مع الكوتش بتاعك واضح، اوعى تزيف في الحقيقه، قول كل اللي جواك بثقه، وجاوب اجابات بترفلكت شخصيتك الحقيقيه، مش الشخصيه اللي انت عايز الكوتش يشوفها عشان الكوتش يروح يقول عليك للاتش ار او اللاين مانجر اكس او واي او كذا. لما تيجي الكوتشنج سيشن تعالى بأوبجكتيف، تعالى واضح، أنا جاي عايز كذا، أنا عايز أطلع من السيشن دي ببلان أوصل لكذا، وزن على الكوتش، زن على الكوتش يزن عليك تفولو أب. أنا بقول دايما للكلاينت كده، زنوا عليا لو نسيت. حلو، دي ناخدها جمله وتحتها اسم، زن على الكوتش، زن على الكوتش لو نسي عشان يفولو اب معاك، خلي الكوتش هو الاكونتابيلتي بارتنر بتاعك، زن على الكوتش عشان يطلعك من اللي انت فيه. الكوتش هيقدر ليه؟ لان سهل قوي 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 كوتش محمد ان انا ادراج يو داون، بس صعب قوي ان انا بول يو اب، صح؟ فعشان انت تطلع من المأزق اللي انت فيه، انت دمرت فريقك او عملت حاجه غلط، انت محتاج ناس عشان تطلعك تاني، فاطلب المساعده، وهتطلب المساعده من بروفيشنال، سواء كان كوتش، سواء كان المنتور بتاعك، سواء كان مديرك، ولكن شخص بتثق فيه عشان تطلب المساعده وانت قلبك مطمن ان هو هيساعدك بجد. الكتاب ده عجبني جدا فيه ان هو قال لي في كام سكيل انا محتاجها كليدر، ده تحفه، وان شاء الله هنسيبه للناس برضو يحاولوا يوصلوا له، فنرجع تاني لمكانه. بشكرك على الهديه، بشكرك ان انت اصلا يعني كنت هديه لباش كوتش. شكرا، فاتمنى انت تكوني استمتعتي. استمتعت جدا، وخلي انا عارفه ان انت بتعمل جروب كوتشنج كتير، خلي الكوتشيز بتوعك يقروا او حتى ياخدوا اجزاء منه، هم عايزين يشتغلوا على سكيل معينه جواهم، احنا مش عايزين ال17 بس، عايزين يعني ما لا يدرك كله لا يترك كله، ناخد 2-3 نشتغل عليهم ونشوف يعني ان شاء الله. رب اي بروميس ان انا احطه في الجدول او في الاجنده بتاعه الانرجي مانجمنت او انرجي ليدرشيب، لان ده الفوكس بتاع الفتره الجايه، فهو ده فعلا هيفرق جدا. وعشان كده سالتك هو في انرجي، انا بقى هبص له من زاويه الانرجي، ازاي انت كليدر تليد الانرجي بتاعتك وتليد الانرجي بتاعت التيم، فهشوفه بالبرسبكتيف مختلف، فهبقى مستمتع كمان وانا يعني بقرا ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا ليكي. شكرا ليك. وكالعاده طبعا عزيزي المدير، احنا بنقفل ب3 اسئله، ال3 اسئله دي بنقولها دايما في اي كوتشنج سيشن. السؤال الاول، ايه اللي طلعت بيه من الحلقه دي؟ اكتبه. السؤال الثاني، مين الشخصيه اللي ممكن تعتمد عليها علشان تكلمه في الازمه اللي انت بتمر بيها؟ السؤال الثالث، اول خطوه ممكن تاخدها سهله تقدر تفرق معاك وتفرق في
اداره الازمه اللي انت بتمر بيها. اتمنى تكون الحلقه فادتكم وفرقت معاكم، ونتقابل مره تانية. انا اقول لك اولا طبعا لازم نشكر. لا ثانية واحدة، عايز سؤالين. سؤالين في ايه؟ عايز حبة في الحلقة. في الحلقه؟ طيب ماشي. عايز مش حبة هدي في فيدباك الاول الحلقة؟ ما اقفل، يعني مش هرد على ده. ماشي. علق. علق. ده بس. ماشي. السؤال بقى اللي دايما بنحطه في الخلفية عشان قبل ما نقفل، فاهم قصدي؟ حاجات اللي انت ماشي بس الحلقه فجأة تاني. مريومة did you take a student؟ ماشي شور؟ أكيد أصل أنت مش أديها لعمه، أجيب هو ياخد student. ادي التليفون لعمه. عارفه هي اتنين صور؟ رهيبة. أقول لها أخدها معايا تصوير تصورني صورة. ادي لعمه. خلاص خليها احنا في كام. طيب ماشي. خلاص هو خليه يصور كده لايف ماشي عشان تطلع حلوه. ماشي يلا. عايز اقول ان الحلقه دي بالنسبه لي مهمه جدا.